السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جمعه مبارك عليكم كده ان شاء الله. احنا النهارده جبنا معانا باذنجان، بصوا صحيح خالص كده وزي العسل اهو. جورناه تجوره مظبوطه، لازم يكون عادي يعني عينتكي في الفريزر في الثلاجه. عينتكي عايزه من عينتكي من يومين ثلاثه من اسبوع، مش في اي مشكله. ورحنا مجورينه تجويره مظبوطه كده، وهنحط حله على البوتاجاز فيها 3 4 معالق زيت ونشرحه ونوريكم تسويه الخلطه بتاعه المحشي الباذنجان وتسويته، ومش يشرب زيت معانا ازاي ويبقى موفر وجميل خالص. ونوريكم كده يبقى زي الزبده في الحشي، ونوريكم فيما يستوي، ونوريكم احلى باذنجان النهارده وبالف هنا وصحه. يبقى اروح تحط معايا 3 4 معالق زيت، واروح نازله معايا بالباذنجان كده. بصي اي كميه انت عايزاها، مش شرط ان هو يكون كتير او ايه او شويه. واروح نازله ان انا اجلب فيه كده. دي طبعا انا بحبها عن الطاسه، لان ايه بناتنا الصغار ان هم ايه العرايس الحلوه كده بيخافوا من فرجعه الزيت. فالحله دي ما بتحكمش ان هو مش هيبقى فيه فرجعه زيت خالص، وغير كده وكده مش بيشرب زيت، وبيبقى ايه زبده كده وطري وجميل. يعني مش هقول لكم ازاي. نسيبه حوالي 3 دقايق كده لحد ما يشرح شروحه بسيطه، ونوريكم كده تجليبه المحشي الباذنجان وبتسوى ازاي ومقداره ايه. لان واحده طلبته مني فبقول لك لازم اوريها مقدار الشوربه ووراها تسليته، وبعد ما يستوى بيبقى لونه ايه، بيبقى زي الزبده ولا لا، ولا بيبقى مجلد من غير ما تعمليش كميه زيت كبيره. وهنوريكم احلى باذنجان النهارده في باذنجان مع محشي جميل خالص هتاكلوه وكده اهو. يبقى خلاص كده اللهم صل على النبي، خلصنا الكميه معانا كده يا دوب شلوحه كده، ما فيش دقيقتين ونص، ورحنا عاملين الكميه كده ونسيبها تبرد معانا. ورحنا غاسلين الرز معانا المصري عادي اهو، غسلناه غسله مظبوطه كده. ورحنا جايبين معانا الخضره 3 ربطتين بقدونس، ربطه شبت، ربطه ايه كزبره، حسب ما انت برده ممكن مش تكون عايزه ايه كزبره. ونلف دي معانا كده. دي المحشي العادي بتاعنا خالص اللي هو الايه المصري العادي ما شاء الله عسل. ورحت معايا مسابكه ترديعه، رحت عامله 3 بصلات، شفشف طماطم، ورحت جايبه معايا جرن فلفل احمر ولو مش حباه مش مشكله، و3 4 فصوص توم ني في ني. ورحت خلطه دي كليته، ورحت مسويه ايه الترديعه بتاعتي ما شاء الله جميله وزي الورده اهي. نروح نازلين حسب الايه المقدار اللي انت ايه عايزاه. حاطه فيها طبعا ملح وفلفل اسمر، بس برده بعد ما نقلبها هنشوف ان هي هتعوز تاني ولا مش هتعوز. بسم الله ما شاء الله. هو ده المحشي بتاعنا والخلطه بتاعتنا المعتاده جميل وزي العسل. نبدا ان احنا نقلب تقليبه مظبوطه كده. ولو انت عندك برضه خضره متفرزه مش في اي مشكله. عايزه حابه ان انت تحطي عليه فصين ثوم حطي، مش حابه ممكن ان انت تدوقيه بعد ما انت بتعملي الخلطه كده، وممكن تسويها في الكرداع زي ما انا عملتها. وانا بضرب الطماطم بروح حاطه الفلفل والثوم في الطماطم، وابدا ان انا ايه اشوف الحدوق كده. طبعا هيعوز شويه كمون وحبه ايه فلفل اسمر. اروح حاطه شويه كمون فلفل اسمر كده، واروح جايبه معايا شويه ملح لان انا ما حطيتش ملح خالص اهو. وابدا ان انا اقلب تاني. حابه ان انت تحطي ترديعه بس انا هوايه برضو احط ترديعه كده الكمون. وابدا ان انا اقلب جميل جدا جدا جدا، وريحته في منتهى الجمال. عايزه بقى ان انت تحطي له اي بهارات تاني مثلا خلطه المحشي مش عارفه ايه، بس انا صراحه بستكفي بالفلفل الاسمر والايه والكمون بس. اروح جايبه معايا الزيت بتاعي، واروح حاطه ايه زي معلقتين كده على الوش بيدوا له لمعه. بصي في منتهى الجمال برده مش هتكتر عشان احنا جايين معانا الايه الباذنجان. وابدا في المحشي بتاعه واوريكم احلى تسويه باذنجان كده مش شلوح مش معمول في الزيت قوي، واوريكم هيبقى زي الزبده، ونشوف مع بعض احلى محشي النهارده. يبقى اروح جايبه معايا الباذنجان بتاعي بصوا متجور ومجلي مجله مظبوطه اهي. واروح جايبه معايا الباذنجانه كده حشيها كده ما شاء الله زي الورد اهي. وابدا ان انا املى فيها كده. نملاها للاخر؟ لا مش نملاها للاخر طبعا علشان لما تستوي الرز بياخد راحته. فانت ايه لازم تروحي ايه ملطفه الباذنجانه كده. انا بتكلم لحبايب قلبي لان الناس الكبيره طبعا اللي زيي وكده عارفين المحشي من عامل ازاي. وتروحي يا دوب بصي تسيبي زي عجله صابع بالظبط كده، هتلاقيه امتلى لما نحشي شايفين اهو. ونبدا ان احنا نعمل باقي الكميه ونوريكم كده، نحط عليه قرنين فلفل مشطشطين كده ونوريكم احلى محشي يستاهل بكم. يبقى كده خلاص خلصنا كل الكميه حشيناها كده. ورحنا جايبين زي ما قلت لكم قرنين فلفل حر على قرنين فلفل ايه بارد، ونروح جايبين معانا الشوربه بتاعتنا المرقه اهي، ونروح نازلين بها ايه
ما شاء الله كده يا دوب. بصوا لنص الباذنجانه كده اهو. طبعا انت دايجه حوض الشوربه المرقه تبقى حلوه اهو. يا دوب الشوربه تظهر كده وايه ويبقى كده تمام. هوريكم بقى لما يستوي باذنجاننا زي الزبده ازاي كده اهو. خلاص كده يبقى هي. بصوا يا دوب تسيبي يعتبر عجلتين كده من الباذنجانه او عجله ونص. نرفعها على النار بقى لحد لما يفور كده مع بعض ويرتك ربكه جامده، ونوطي بعد كده ونوريكم احلى باذنجان كده زي الزبده مجلي نص غاليه كده زي امور شلوحه. خلاص المحشي بتاعنا ما شاء الله عليه استوى. يلا بقى نفضيه كده معاكم. بصوا ريحه الفلفل كده مع المحشي، بصي مديه ريحه صراحه جميله خالص. يلا بقى نفضيه لكم المحشي ونشوف هو فعلا ميته مظبوطه ولا ميته شويه ولا ميته كتير عليه. هنوريكم احلى محشي طري زي الزبده في يومكم الجميل النهارده ان شاء الله. يبقى كده خلاص نفضي المحشي بتاعنا كده زي ما انتم شايفين اهو ما شاء الله. بصوا من الاخر بصوا هو كده. يبقى كده خلاص احلى محشي باذنجان معانا. بصوا لما تشوف ان الباذنجان يعتبر من جعرها هنا كده احمر، يبقى هي يعتبر الجعد بتاعها اللي هي الميه بتاعتها او الشوربه بتاعتها مظبوطه زي ما اتعودنا. طيب طبعا فيديوهاتنا طبعا عن جد الايد. بصي مش خد سوا حوالي يعتبر بتاع ربع ساعه. ايه رايكم في المنظر؟ منظر جميل خالص. انا ببص على الصفحه مش لقيت ان انا عملت معاكم اصلا محشي باذنجان خالص. احلى محشي النهارده مع احلى ناس. تريكات خفيفه تغذيه عاديه خالص. جورنا الباذنجان وشلوحناه شلوحه بسيطه خالص. ايه رايكم في المنظر؟ جميل. ريحته بقى خرافه جميل خالص. يبقى كده خلاص. يبقى فيديو النهارده الفيديو معانا كده خلص. حاجه بسيطه خالص ومش مكلفه. عايز تعملي فريحه بط، عايز تعملي فريحه فراخ، بالف هنا وصحه. يا رب ينول اعجابكم. وزي ما تعودنا طبعا نسيب بعض على لا اله الا الله. واشوفكم في فيديو جديد ومع الف سلامه ومع الف سلامه مع حبيب قلبي.